السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة توثيق عملية استيراد حمام لحم. طبعا احنا بنشتري الحمام اللاحم ده من الكويت. طبعا كل الكلام عن حمام استيراد يعني حمام بختم الشركة الفرنسية. حمام أبيض، لاحم أبيض بختم، ولاحم أبرك بختم، وكمان حمام تكسن. طبعا لما نقول حمام تكسن مش من أي حاجة، يعني ما تستاهلش من بره إلا إذا كانت حاجة يعني نقول ايه، حمام شهادات وكؤوس. تمام. فانا بقول لك كده مش تفاخرا، يعني عشان ما تروحش تجيب حاجه من بره، هي موجوده عندك. لو موجوده عندك هات من هنا، لان المصاريف كتير جدا والاسعار عاليه قوي. طيب قبل ما نبدا عمليه التوثيق، انت طبعا هتشوف، هوري لك الفيديوهات اللي من وقت ما انا البائع بيعرض عليا الحمام في مكانه، بيصور لي اخطار. هتشوف لحظة بلحظة من وقتها، وبعدها هتشوف وهو بيحط لي الحمام في الأقفاص. بعدها هتشوف الحمام ده وهو بيشحن الحمام ده لشركة الشحن اللي هي في الكويت. لسه كل ده في الكويت، ومن شركة الشحن هو بيحطه في أقفاص خشب، هتشوفها دلوقتي. وبعدها الأقفاص الخشب دي بتتشحن طيران إلى مصر، من مطار الكويت إلى مطار القاهرة، ومن مطار القاهرة إلى مزرعة في القاهرة. بنسافر إحنا، مثلا أنا من دمياط، أنت من محافظتك، تستلم الحمام من قلب المكان الجميل اللي هتشوف منه لقطات بعد شوية. طيب تعالى بقى ندخل على الفيديوهات اللي هي جاتني من الكويت من ساعة ما أنا طلبت من أبو يوسف الدواي إن هو يعرض عليها الحمام، وهو برضو ساعدني في الاختيار. نشوف كده الفيديو. يا مرحبا شيخ مصطفى. شوف هذه بيضتين، هذه بيضتين كلهم جداد. هذه تحتها فرخين فرخ، هذه واصل، هذه فروخ، هذه بيضتين. هذا مسكها الحارس شوي لخبط. هذا الذكر، وهذا الأنثى. أبو حسن، عشان تكون في الصورة واضحة عندك، عشان لا أنسى ولا ألخبط الدنيا. شوف هذا، شوف هذا كان مزوجها. شوف هذه كانت زوجة هذا، وهذه زوجة هذا. طيب هذا الحين أنا قطع عزلتهم، رديت ركبتهم، سبحان الله جيت لقيت هذولا راكبين على بعض، وهذا وهذا راكبين على بعض. يعني هذه الحين مش نتيت هذا لازم تركبهم من جديد، لأن هذا تحتها فروخ وهذا تحتها بيض وفروخ. هذه فرخين، فعشان تكون في الصورة هذه وهذه لسه فصلتهم، رديت مرة ثانية ورديتهم عليهم وركبهم من كيفهم كذي. حتى هذا اللي عليه ختم أصفر ركب على اللي ختم أزرق، فكنت عازلهم وردهم كذي، فما نظمت 100%. فهذه أهم شيء إنك يعني ما تحطهم ويا بعض، أخاف يطقها ولا شيء. وإن شاء الله الأمور طيبة، وبلغني شنو اللي يصير وياك إذا أوكي، عشان أدز يتصل فيني الراجل اللي هناك وارسل له لينك ونخلص ويجي المندوب يشيلهم. الله يجزاك. السلام عليكم شيخ مصطفى. شوف هذا مثلا، هذا واللي جنبه، أو هذا وهذا، ما عندك مشكلة، كلهم درجة أولى، وكل أهلهم يعني تبارك الرحمن، كل أهلهم جوائز وكوس وأمورهم طيبة، يعني ما عندك مشكلة. هذا الدجاج التركي لساتهم صغار، إن شاء الله يكبرون إن شاء الله، الله يبارك لنا فيهم إن شاء الله. هذا كل الموجود، هذا شهايدة، وهذا كل شيء موجود، كوس وكل شيء، أمورك طيبة. شوف اللي أنت تبيه، تبي تجرب على اللي عندك، تبي تخلي اللي عندك اللي أنت عاوزه، بس إنه تحدد لي تقول لي أوكي كذا نخلص على طول، لأن أنا
ما اعرفش اواعد، يعني اقول لك بعد اسبوع او 10 ايام على طول. طيب بعد ما ابو يوسف فرجني الحمام واخترنا مع بعض بمساعدته طبعا، عرض عليه وقال لي ده ايه وده ايه. هنشوف هنا ابو يوسف وهو بيحط الحمام في الاقفاص. السلام عليكم. هذا الشحنة بإذن الله إن شاء الله. هذا لأبو حسن إلى مصر إن شاء الله. نسأل الله إن شاء الله التوفيق. الله يبارك لك إن شاء الله يا أبو حسن، وتشوف خيرهم وتشوف خيرهم إن شاء الله يا أبو حسن. هذول البرق هو جاي من الشركة. الحجل الأصفر هذا إنه ذكر، الناتية بدون حجل هني. والتاكسون الحين حط داخل، جيب تكسن هذا أمريكا أمريكا أمريكا، لا ثاني. التاكسون أبو حسن مكتوب عليهم، هذا تبع النادي السنة، وهني مكتوب عليهم الدواي. هني رقم تلفوني، انستغرامي. طيب وهنا الفيديو اللي جاي ده هتشوف شركة الشحن لما خدوا الحمام وحطوه في الأقفاص وحطوا له أكل ومية. ده جوه عندهم شركة الشحن. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الطيور زي العسل اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام. ادي 2 3 4 6 8 طيور. 8 2 4 6 ادي 8 طيور. تمام. انا وهنا في مقطع تاني وهو بيستعرض الأقفاص والأسامي المكتوب عليها. الناس كل اللي له حمام مكتوب اسمه على القفص بتاعه، وهتشوف فيهم اسمي في القفص ده. يا مرحبا ابو مشعل. الحمد لله تم وصول الشحنة بخير، والحمام الحمد لله ما شاء الله كله بصحة جيدة ما شاء الله، والطيور جاية مرتاحة في الصناديق ما شاء الله. ربنا يبارك لاصحابها. اليوم 22/6/2025 ما شاء الله، وربنا يبارك. وهنا هتشوف المكان الجميل اللي احنا استراحة كده جميلة فيها طيور محنطة، وفيها يعني سلاحف كتير، سلاحف، وعنده سلاحف حية وسلاحف محنطة في مكان في الاستراحة دي. طبعا في مكان تاني خارجي للحاجات الحية السلاحف. فمكان جميل، وهتلاقي فسحة جميلة وانت رايح تستلم الحمام. هتكون مستمتع بالمكان ده. طبعا عندنا فيها كلها من اي حاجه جواها، عض بقى، لحم، اي حاجه لحد الجمجمه كلها. الجمجمه متفضيه من المخ اللي فيها. ازيك يا عم؟ الحمد لله يا سهله. اخبارك ايه؟ احنا جايين نستلم الحمام اللحم بتاعنا اللي جاي من الكويت، الحمام اللي بختم الشركه. تمام تمام. بس كان نفسنا نشوف الحاج محمود، يعني الحاج محمود موش هنا. المره الجايه نشوف بقى صورته. ماشي، نشوف صورة الحاج محمود طلبة. طبعا دي المخ ذات نفسه كمان طالع منها. الحاج محمود طلبة غاوي، يعني غاوي حيوانات زينة وكده، وعنده غزلان وسلاحف ما شاء الله. وده الطائر ده اسمه ايه يا عم؟ ده اللي هنا ده هو ده ولا ده حاجة وده حاجة؟ ده اسمه ايه؟ ده كرك الرومي، الرومي بس بري. رومي بلدي؟ بري بري. ده ما بس اكيد له اسم بقى تاني احنا مش عارفينه اسمه ايه. ما شاء الله. وعلى على الرفوف كمان حاجات اهي. شوف البط ده. ده بطة ديت، بطة حلوة اهيت جميلة اهي الغزال اللي فوق دي ما شاء الله. حاجات متحنطة كلها اهيت يعني ما شاء الله. الحاج محمود اهوت برضه صورته غاوي صيد تقريبا يعني.
دي الصور دي فين يا عمرو؟ مش في مصر دي ها؟ بصراحة مش عارف عشان موجود في الصحراء هي شكلها في يعني. برضه هنا برضه نفس جميلة ما شاء الله. لا هو غاوي ما شاء الله الحاجات ما شاء الله. برضه هنا غزال ده عمرو غزال، برضه غزال حاجات صغيرة اهي ما شاء الله. شفت دي غزال كبير ده. ما شاء الله. ده غزال كبير وطبعا هو هنا عامل القعدة العربي على نظام السعودية، حتى علم السعودية كمان هو عليها. دي القعدات اللي هي العربي دي يا عم. المكان جميل هنا يا عمرو. انا قلت حاجه الاقي مزرعه كده ونظام لقيت ايوه مزرعه بقى حيوانات وكده لا لقيت العمليه حلوه زي المكتب يعني. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.